انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان هيجي اليوم اللي اطرد فيه من مكان علشان قررت اقوم اصلي. ست اسمها ندى متولي بتحكي موقف حصل لها في احد المطاعم في مول العرب، واللي قالت انهم قرروا انهم يقوموا يلحقوا الظهر علشان العصر كان خلاص هيأذن، وانها كانت قاعده هي وصحباتها البنات وفيهم امهات ومعاهم اطفال. فصاحبتها اللي اسمها رضوى قامت تسال عن مكان تصلي فيه، وقامت داخله في مكان بعيد كده في المطعم علشان تصلي فيه الظهر. قام جالها واحد من العمال اللي شغالين في المكان وقال لها مش هينفع هنا علشان ده ممر ومدخل للمطبخ. قالت له خلاص هصلي في مكان بعيد او في ركن بعيد لوحدها، وده بعيد تماما عن كل الترابيزات ومدخل المطبخ والكلام ده كله. الا انها بتقول انها اتفاجئت بمدير الفرع جاي لها بيجري حرفيا وبيحاول يوقفها ويمنعها على انها تكمل صلاه. ندى بتقول انها تدخلت بهدوء وحاولت تفهم منه ايه المانع او ايه المشكله انها تصلي في المكان ده، خصوصا يعني انه بعيد عن الناس وبعيد عن الترابيزات وعن المدخل وعن المطبخ وعن الكلام اللي هم كانوا مانعينها علشان. ندى بتقول انها طلبت منه انه يوضح اللي هو عايزه ويعمل شغله بكل احترام وهدوء بدون تجاوز، انه لو عايزها ما تصليش في المكان ده كان ممكن يطلب طلبه ده بكل هدوء واحترام. ندى بتقول انه من اللحظه دي ساب رضوى صاحبتها وابتدى يوجه كلامه ليها، واللي قالت ان طريقته كان فيها صوت عالي وزعيق وتطاول غير مبرر. ندى بتقول انها في اول دقائق من المشادات دي فضلت تقول له اكتر من مره لو سمحت وطي صوتك، ما ينفعش تعلي صوتك او تكلمني بالطريقه دي خالص. وبتقول ان كل ده وهي حريصه ان الموضوع يخلص بهدوء ومن غير ما حد في المكان يحس او يتضايق، لكنه على كلامها هو اللي ابتدى يصعد اكتر في الموقف وابتدى يعلي صوته ويشاور بايده بعصبيه ويتجاوز في الكلام قدام الناس، وقال لها حرفيا زي ما هتسمع كده روح يصلي عند الحمامات. بتقول انها متفهمه انه اكيد يقصد المصلى، لكن هو بالغلط قال لها كده روح يصلي عند الحمامات، وبعدين فيها ايه لما تمشي لكم خطوتين زياده لربنا زي ما بتروحوا التويليت. بتقول كمان انها حاولت توضح له ان احنا موجودين كعملاء في الفرع ايا مكان الفرع ده فين، في مول خارج مول، وانه طول ما الصلاه في مكان بعيد عن الناس ومش مضايقه اي حد ويبقى مفيش اي مبرر للي حصل، وانه كان ممكن تخلص الصلاه وبعدين تقول اللي انت عايزه. لكن الرد كان مقحم حرفيا، صلي عند ربنا مش عندي، علشان يبتدي الموقف يتطور ويصعد اكتر من الموظف او مدير الفرع ويقول لها اتفضلوا اطلعوا بره انتوا غير مرغوب فيكم هنا. وفوق ده كله طلب الامن علشان يخرجهم من المطعم. ندى بتقول ان ساعتها لفت لكل الناس اللي كانوا قاعدين في المطعم وسالتهم بصوت واضح في حد هنا متضايق او متضرر من ان صاحبتي كانت بتصلي على جنب. جه رد الناس تقريبا بصوت واحد على حد قول ندى لا براحتها، احنا في بلد مسلمه ومن حقها تصلي في اي مكان طالما مش مضايقه حد. بتقول كمان ان اللي حصل من الناس كان مفاجاه كبيره بالنسبه لها انهم يقفوا معاها ويدعموها هي وصاحبتها. مش بس قالوا له كده، لا ده كمان شهدوا قدام الامن انهم ما عملوش حاجه غلط، وان التطاول ورفع الصوت كان من مدير المطعم. بتقول كمان انه للاسف وهو بيتكلم ابتدى يتجاوز حتى مع الناس اللي وقفت معاهم اللي هم العملاء التانيين اللي موجودين في المطعم في الوقت ده. شوف لي بقى المقارنه اللي قارنها، قام قايل للناس يرضيكم مثلا حد يقوم يعمل بيبي في وسطكم كده وانتوا قاعدين؟ ايه ده انت بتقارن ايه بايه اصلا؟ انت بتقارن حد بيصلي بحد بيعمل حمام؟ بتقول كمان على الرغم من كل التجاوزات دي ما رفضوش انهم يدفعوا الحساب برغم ان دي كانت اسهل حاجه ممكن تحصل. وبتقول انهم فضلوا 4 ساعات مستنيين حد من اداره المطعم يجي يعتذر لهم عن اللي حصل، وده ما حصلش. على نقيض بقى اداره المول بعتت لهم حد يعتذر لهم وقالت انهم هيتصرفوا في الموقف ده، وكمان بعتت لهم مدير اداره المول اللي هو مول العرب. المهم يا عزيزي بعد كل اللي حصل ده نزلت اداره المطاعم اعتذار على اللي حصل، واللي قالوا ان ده موقف فردي وتصرف فردي ملوش علاقه اطلاقا بسياسات المطعم، وانهم بعد الواقعه دي قرروا بالتنسيق مع اداره مول العرب انهم يوفروا مكان مخصص للصلاه، وانهم كمان تواصلوا مع الاستاذه رضوى والاستاذه ندى اصحاب الواقعه واعتذروا لهم على اللي حصل، علشان بالفعل بعدها ندى تنزل بوست انها قبلت اعتذارهم، وده بعد توفير كل طلباتهم واللي ذكرتها في البوست زي ما انت شايف قدامك كده. لكن الحقيقه الحكايه ما خلصتش لحد هنا، في كلام تاني من ناس تانيه ابتدوا يعلقوا على الواقعه براي تاني، واللي قالوا انه كان في المول فعلا اماكن مخصصه للصلاه زي المصليه اللي قالوا انها عند الحمامات. والاغرب بقى ان كان في تعليق اللي هو في اخر تعليق بتشوفه قدامك كده اللي قال ان المزايده بالصلاه في اماكن غير مخصصه تشويق للمسلمين. لا وفي تعليق تاني خالص قال لك ان اصل الصلاه للست هو البيت، يعني الست تصلي بالبيت نظرا ان هي هتوطي والكلام ده ما ينفعش قدام الناس، فالاصل اصلا انها ما كانتش تصلي في الاماكن دي كلها وتصلي في بيتها. بصوا هو انا هسيب لحضراتكم الرد على القصه دي، هل هم فعلا كانوا مخطئين ولا غير مخطئين، ولكن انا عندي تعليق على حوارات الموظفين بتوع الاماكن بتاعت ايجيبت دي، زي مثلا الاماكن اللي ما بتدخلش المحجبات او الشواطئ اللي ما بتوافقش ان الست تدخل فيها او تنزل الشاطئ بتاعها غير وهي لابسه مايو بكيني قطعتين، على الرغم من ان الاجانب اللي هم بيقتدوا بيهم وجايبين من عندهم الموضات والابجريدز دي ما بيعملوش كده خالص، الا انه هتلاقيه موجود في اماكن في مصر للاسف. انا مش معترض اطلاقا على انه في اماكن مخصصه للصلاه، ولكن في اسلوب وطريقه للطلب، وانا على ثقه لو مدير تاني غير المدير ده استخدم دماغه وشغلها كان اكبر ندى وصاحبتها انهم يروحوا المصليه لو على بعد 1.5 كيلو، ولكن الطريقه في فرق لما اقول لك بعد اذنك ممكن تجيب لي كوبايه
الميه دي عشان عطشان، وفي فرق تاني لما بقول لك ايه، ما تجيب لي كوبايه الميه دي. المره الاولانيه اللي هطلب فيها كوبايه الميه بالادب هتديها لي بكل طيب خاطر، اما المره الثانيه اللي هتطلب فيها بالاسلوب اللي انا طلبت فيه من شويه هتقول لي والله لو كاتبها لك الدكتور على الروشته ما انا مديها لك بسبب اسلوبه. في النهايه لو وصلت للجزء ده ما تنساش تقول لي رايك في اللي شفته وسمعته النهارده. بس كده.